صباح الخير من على كورنيش اسكندرية ومن وسط الأجواء الممطرة. سبحان مغير الأحوال، كل حاجة في اسكندرية اتغيرت زي ما حضراتكم شايفين. النهاردة من الصباح الباكر أمطار قوية جدا جدا ضربت اسكندرية. خليني أقول لحضراتكم، كنت اتكلمت معاكم في الفيديوهات السابقة اللي نزلتها وقلت لكم ان احنا لسه الشتاء مستمر معانا، وكمان قلنا ان في نوة هتيجي يوم 24 مارس. دي نوة عوة، والنوة دي بتستمر معانا لمدة 6 ايام بالوضع اللي حضراتكم شايفينه. كمان خليني اقول لحضرتك الشتاء خلاص بيودعنا، ونوة عوة دي تعتبر نوة الوداع. خلصنا من نوة الشمس الكبيرة يوم 18 و 19 مارس، ولكن الشتاء لسه مخلص، الشتاء لسه مستمر معانا بالشكل اللي احنا بنشوفه. خليني بقى اقول لحضراتكم قبل بقى ما نكمل اي كلام عن الاجواء، وقبل ما نتكلم في اي حاجة، لازم بقى ننزل نصلي في التعليقات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد ثواب انا وحضراتكم. ومن بعد كده بقى هنعمل اللايك الجميل بتاعنا زي ما تعودنا، وما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم امين يا رب العالمين. حبيت بقى ابدا معاكم النهارده يومنا ومتابعتنا من على كورنيش اسكندريه، بالتحديد موجود امام فندق المحروسه اسكندريه. النهارده صحينا لقينا تغير كبير جدا في حاله الجو زي ما حضراتكم شايفين. عايز اقول لكم والله بجد انا الشتاء بالنسبة لي أجواء مميزة، وببقى عايز ألف كل مكان في اسكندرية عشان أصور لك وأوريك إيه اللي بيحصل خلال الأمطار. شايفين كده يا جماعة، طبعا الشوارع في ثواني بتتغرق مية، كل حاجة في ثانية بتتغرق مية، ولكن إحنا بنحب الشتاء، إحنا بنعشق أجواء اسكندرية الشتوية. عشان كده برضو هنشوف أجواء الشتاء دلوقتي معانا إن شاء الله من مكان تاني. هنتحرك بقى ونروح مع بعض كمان دلوقتي منطقة سموحة عشان برضو هنتابع ونشوف فيها اللي بيحصل. نوة عوة تعتبر النوة الوداعية لشتاء 2023 2024. خلينا اقول لحضراتكم بقى دلوقتي احنا وصلنا فين. وصلنا لمنطقة سموحة. برضو حبيت اتابع معاك من اكتر من مكان، يعني ما تبقاش المتابعة من مكان واحد فقط لا غير. انتقلنا بقى لمكان تاني وهو منطقة سموحة. ومنطقة سموحة طبعا معروفة جدا جدا بالنسبة لنا في اسكندرية. الامطار قوية جدا جدا بدون اي مقدمات وبدون اي شيء. انا الصبح بدري الجو كان كويس والاجواء كانت جميلة جدا، ولكن بقى سبحان مغير الاحوال، كل حاجة بتتغير في ثواني. ولكن برضو عشان نكون واضحين، انا كنت قلت لحضراتكم في الفيديوهات اللي فاتت اللي نزلتها عن النوة اللي فاتت، نوة الشمس الكبيرة، ان في نوة تانية جاية معانا يا جماعة اسمها نوة عوة. والنوة دي كان ميعادها 24 مارس، وفعليا جت في نفس اليوم اللي قلنا عليه لحضراتكم. يعني الحمد لله كل اللي بنقوله لك صحيح، كل الاخبار اللي بنوصلها لك بتبقى مظبوطة. خليك بقى متابع معانا ده لو حابب تعرف طبعا كل شيء عن اسكندرية، حابب تعرف كل اجواء اسكندرية. ان شاء الله بنفضل متابعين مع بعض، كل حلقاتنا خاصة باي شيء بيحصل في اسكندرية، مش بنتابع مشروعات فقط لا غير. شايفين حضراتكم يا جماعة حتى الراجل عشان يركب عربيته نزل يجري. الامطار قوية جدا، والوقت اللي انا بنزل لك فيه الفيديو دلوقتي الامطار ما زالت مستمرة، الامطار ما بطلتش. بعد بقى ما قلنا خلاص دخلنا فصل الصيف، وقلنا خلاص الجو اتحسن والاجواء اصبحت صيفية، ولكن الحمد لله طبعا على كل حال مبسوطين جدا خلاص بودعنا للشتاء عن طريق بقى النوة دي. كده بقى احنا فعليا نقدر نقول بعد انتهاء النوة دي مفيش بقى اجواء شتوية تاني. هندخل بقى ان شاء الله مع بعض فصل الربيع، ومن بعد كده هنقول وداعا لشتاء 2023 2024. اتمنى بقى ما كنتش طولت على حضراتكم، هتوحشوني جدا من هنا للفيديو اللي جاي. اعذروني بقى لو الصوت مش واضح، ده بسبب الهواء اللي حوالينا، ولكن كان لازم اوصل لك كل جديد بيحصل في اسكندرية. دمتم في حفظ الله، هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي.